بعد تداول خبر إصابته بالسرطان، مصطفى برقون يطمئن جمهوره. إليكم التفاصيل. فقد تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة لشخص مصاب بمرض بالسرطان نسبت خطأ إلى الفنان المغربي مصطفى برقون، ما أثار قلق عدد من متابعيه الذين ظنوا أن ملامحه تغيرت بسبب المرض. وأوضح الفنان مصطفى برقون في تصريح لإحدى المجلات أن الصورة المنتشرة تعود في الأصل إلى فنان من مدينة أسفي يدعى عبد الرحمن برقون، مؤكدا أنه لا تجمعه به أي صلة قرابة سوى تشابه الاسم. وقال برقون في تصريحه: الصورة تعود إلى فنان من مدينة أسفي، نسأل الله له الشفاء، وهو معروف محليا فقط، ويلقب نفسه باسم عبد الرحمن برقون نظرا لأنه معجب بأسلوبي في الغناء. وأضاف: قامت سيدة بحسن نية بنشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق نداء لمساعدته ماديا، غير أن بعض الصفحات تداولت الخبر مستخدمة صورتي واسمي، فاعتقد البعض أنني الشخص المعني. وأضاف برقون أن ما حدث مجرد سوء فهم تحول إلى إشاعة واسعة الانتشار، وأوضح قائلا: الناس رأوا الاسم نفسه والصورة فظنوا أنني المقصود، لكنني والحمد لله في صحة جيدة. وفي حديثه عن تأثير الشائعات أكد برقون أنه لا يتأثر بما ينشر عنه، معتبرا أن الإشاعة سواء كانت إيجابية أو سلبية تمثل جزء من ضريبة الشهرة. وتابع: الشهرة لها ضريبتها، الفنان والرياضي دائما تحت الأضواء والناس تراقبهم أكثر من غيرهم. وأشار مصطفى برقون إلى أن بعض الصفحات تتعمد نشر الشائعات السلبية بغرض كسب المشاهدات والمتابعات، مبرزا أن على الفنان الناجح أن يتعامل مع مثل هذه المواقف بهدوء ونضج.